فاجأت المغنية البحرينية حلن الترك جمهورها بعدما أعلنت على حسابها بمنصة إنستغرام دخولها لمجال السينما من خلال فيلم أنتجته لأول مرة مجموعة MBC يحمل عنوان سكر. وحسب ما تم الإعلان عنه، وسيرى الفيلم النور ابتداء من 12 أكتوبر المقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يستوحي فيلم سكر القصة من الرواية العالمية دادي لونغز صاحب الظل. أما أحداث الفيلم فتدور في دار للأيتام تجسدها مجموعة من الأطفال والمراهقين يتضامنون فيما بينهم في تحد واضح للظروف اليومية التي يعيشونها في خضم إدارة الدار التي تزيد من قسوة الحياة عليهم. الفيلم من بطولة المغنية البحرينية حلن الترك ومعتز هشام فضلا عن مجموعة من الممثلين الموهوبين، ومن إخراج تامر مهدي. أما تأليف الأغاني فلاهبة مشاري. أما ما يخص تصوير العمل فقد تم بناء جميع مواقع التصوير بما في ذلك دار الأيتام والمدينة التي تحويها أحداث الفيلم، فضلا عن تفاصيل أخرى تهم الديكور المستخدم في الفيلم.